طيب يعني لو انا هجيب عربيه من بره، بايا كان بقى، بمبادره، باستيراد شخصي، بالحاجات اللي هي ايه، انا ما اعرفش تفاصيلها برضو يعني، ومع الشحن ومع 19% ومع الكلام ده، بقى سعرها قريب من العربيه لو جبتها من هنا. بس في نقطه انا اظن معظم الناس ممكن تكون لاحظتها: تجهيزات العربيات اللي بتيجي استيراد او بتيجي من حته تانية مختلفه تماما عن تجهيزات العربيات اللي انت بتشتريها من هنا، من وكيل او من موزع او من ايا كان. انا شفت عربيه موديل 2013، انا عربيتي شاريها في اواخر 2017. العربيه فيها تجهيزات، يعني عربيتي ما تجيش ربع التجهيزات اللي فيها، وانا جايب الاعلى حاجه الهاي لاين. انا بقيت قاعد فيها مساج في الكراسي، تكييف سخن وبارد في اكيد الكراسي. جاي من كوريا صح؟ اه انا عارف. فالعربية فيها جي بي اس بيلت ان بي اس دي كارد، فيها كل حاجه، اللي هو عايز ايه، عايز تشرب ممكن تلاقي اطلع فيها حنفيه ميه سخنه وميه ساقعه. فليه رغم كده التجهيزات عندنا يعني يعني عارف انت الاماكن اللي هي متقفله في الفتحات، المفروض كان يبقى فيها حاجه، بيقول لك متطببه. يعني بيعملوا ميمز على البتاع دي، يقول لك ايه ديت ان انت فقير ومش قادر تشتري. طب انا اشتريت الهايلايت مفيش بعدها، والحاجات متطببه، يعني في اوبشن هنا انت شيلته عن عمد. ليه يا استاذ احمد معلش اتعصبت عليك، انت مالكش دعوه. ليه الموضوع مسؤولين يعني. يعني ليه الموضوع ده؟ بص، في العربيات الغاليه او العربيات البريميوم ما بيبقاش الموضوع ده قوي، بيبقى غالبا عربيه جايه بتجهيزات ما عدا شويه حاجات. في احيانا بعض التجهيزات التقنيه في العربيات للاسف ما بيكونش عليها موافقات هنا في الجمارك لاسباب كتير. تمام. ودي شفناها في عربيات كتير، الاوبشن ده الوكيل عايز يجيبه بس للاسف مش عارفين ياخدوا عليه موافقه من الجمارك ان هم يدخلوه. الجي بي اس مثلا، حاجات من هذا النوع. وليس الجي بي اس ممنوع في لا تمام. نوعيات منها من الكاميرات. احيانا كان في شركه من الشركات الاوروبي المشهوره جدا في مصر كانت عايزه تجيب اوبشن في عربيه اللي هو بتاع رادار الامرجنسي بريك والحاجات دي، وكان في اعتراض على السوفت وير اللي معمول بيه. شركه السوفت وير اللي عامله السوفت وير بتاع الموضوع ده كانت واخده منع هنا في مصر انها تخش تدخل حاجه. يعني الشركه اللي عامله السوفت وير بتاع الرادار، مش بالزبط. الرادار نفسه او التقنيه ذاتها. بالظبط. فاحيانا بيكون في بعض التعقيدات دي، بس يعني دي نسبه قليله يعني. الحاجه التانية بقى في الكيس بتاعتك مثلا، في الوقت مثلا العربيه السيراتو دي اتقدمت فيه، كان التسعير بتاع العربيه والتنافسيه بتاعتها في السوق ما تسمحش ان يتحط فيها كماليات اكتر وتطلع فوق الحته دي، عشان هتخبط في منافس من المنافسين هيخليها ما تعرفش تبيع. ودايما الوكيل بيعمل دراسه على السوق، فتلاقي مثلا ايه، الدراسه بتقول ان في الفئه دي والعربيات دي المستهلك دايما بيشتري اول وتاني فئه. مش الحاجه بالظبط. فتلاقي الوكيل مثلا ما بيجيبش دايما من الفئات العاليه او ما بيزودش في الاوبشنز قوي، لان هو عارف ان غالبيه الناس اللي بتشتري الفئه دي بتشتري اول وتاني فئه، وياخدها ولا بيعمل بيها صيانه في التوكيل ولا بيخش التوكيل تاني ويركب لها الاوبشنز اللي هو عايزها بره. الشاشه الكبيره والكاميرا أيوة. والسنسور والحاجات دي مع نفسي بره. فتلاقيه ما بيرضاش يزود قوي في الاوبشنز. دلوقتي الموضوع ما بقاش موجود قوي، تلاقي لا شركات بتحط اوبشنز كبيره وبتحط اوبشنز كتير، احيانا بيشيلوا حاجات هم شايفين انها هتزود السعر على الفاضي. الحاجه التانية والمهمه برضو، انك لما بتكون شركه وعايز تجيب عربيه من بره، فانت عندك في شخص شغال جوه الشركه اسمه البرودكت مانجر. البرودكت مانجر شغلته ايه؟ ان هو يعمل اذا بيقولوا في المجال بتاعنا يسبيك العربيه، ده اللي بيعمل السبيكس بتاعتها، ده اللي بيفصلها، ده اللي يقعد يقول هنحط الفانوس ده، لا الفانوس الليد ده هنشيله في الفئه دي ونحطه في الثانيه، لا الكرسي الكهرباء ده هنحطه هنا ونشيله هنا، لا البانوراما ده ملوش لازمه هشيله اصلا مش هاخده. الحاجات دي ما بتبقاش نقط وانت بتكليك عليها وخلاص، بتبقى باكجات. فتلاقي مثلا هقول لك مثال على السيراتو بتاعتك مثلا، فتره من الفترات العربيه دي كان الوكيل نفسه يجيبها كراسي كهرباء، تمام، بس كان فيها كان نفسه يجيبها اي اس بي، كان نفسي، انا اسف لا ولا كان نفسه يجيبها فيها نظام ثبات الكتروني. بس كانت المشكله ان نظام الثبات الالكتروني اللي فيها موجود في باكج معينه، لازم تجيب الثبات الالكتروني مع كراسي كهرباء مع مش عارف ايه مع بعض، هم باكج واحده بتركب على بعضها. فكان الباكج دي مثلا لوحدها ب $5000، فهتروح نقله سعر العربيه نقله تانية خالص، قصه تانية. فاضطر ان هو يستغنى عن اوبشن مهم زي نظام الثبات الالكتروني، لان هو غصب عنه الشركه بره ما بتقدموش غير في الباكج دي. والباكجات دي غالبا بتكون متحدده من الشركه حسب خط الانتاج شغال ازاي. فهو مثلا اللين ده بيركب فيه كذا وكذا وكذا وكذا، السنسور ده والكرسي ده والمش عارف ايه وبتاع، فالعربيه يا هتاخد اللين ده يا مش هتاخد اللين ده. فاحيانا بيكون القفله الباكجات دي سبب رئيسي ان الوكيل تلاقي ناس يقول لك ايه،
يعني هي دي عارفين انها هتبيع العربيه وما جابوهاش. هو على فكره الشخص اللي في الشركه ده هو شخص دارس وفاهم وعامل الريسيرش بتاعه كويس جدا وعارف ان النقطه دي مهمه قوي العربيه، بس هو متكتف في حته ما يقدرش يقولها لك. متكتف في حته ما يقدرش يقولها لك. او مثلا ان احيانا كان بيحصل في عربيات اوروبي ان الشركه مثلا تقول لهم لو عايز الاوبشن ده العربيه هتاخر تسليمها من المصنع شهرين عشان السبلاير اللي بيجيب لنا الحته دي ما هو عنده مواعيد تسليم للعملاء وبتاع. بالظبط. فتلاقي ان الوكيل اضطر يستغنى عن ده عشان يجيب الدفعه دي بدري عشان مش عارف ايه. الموضوع يعني مش بالبساطه بتاعت ان هو ابيض واسود. اللي هو مش ببساطه بتاعت ان احنا بنشيل من على الرف الاوبشنز اللي احنا عايزينها نركبها ونشغلها. فدايما بيكون الناس عندها خيارات مختلفه شويه. طب معلش برضو يعني هل الموضوع بقى ان عربيه يكون فيها 7 فئات ده موجود بره؟ ده موجود في اي بلد تانية؟ موجود. في عربيه واحده فيها موجود. 7 فئات موجود. والفرق ما بين الفئه والتانية لا ده انا اقول لك الاجمد قول. بيكون فيها لغايه 13 فئه. وفي عربيات تانية اللي هي بيلد نور كار اللي هو بتخش على الكونفيجريتور بتاع الشركه والحاجات دي كده. لا وفي عربيات عاديه خالص نيسان وهيونداي وبتاع بيبقى والله في كونفيجريتور. بس مش هنا طبعا، مش في مصر لا 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 بره عشان انت بتاخد سم المصنع على طول فالمصنع بيكونفيجر اللي انت عايزه جنبك بالظبط. فلا موضوع الفئات الكتير ده موجود بره عادي. بس يعني ده يحصل لي ديسيجن فاتيج اللي هو انا بقى بختار ما بين 7 اوبشن كتير اللي هو بص بقى يا باشا دايما الاوبشنز دي بتتعمل بشكل يزقك في حته معينه تاني يخليك تزق الله عليك. ال7 فئات اللي انت شايفهم هم في الحقيقه 3 فئات بتتزق عليهم والباقيين فيلرز. ايوه. فهو مثلا عايزك تاخد يا الفئه الاولى يا الفئه الثالثه يا الفئه السابعه زي البطاطس كده اللي هو سمول وميديوم ولارج وعايزك يا سمول يا لارج. فانت بتقول ايه بلاقي فرق ما بين الفئه والثانيه زرار. هو ده اللي هو عايزه ان هو اصلا انت بتشوف ان ده فرق زرار طب ما اجيب دي. ايوه. او يروح حاطط لك بقى في الفئه اللي بعدها اللي هو عايزك اصلا تاخدها فرق رهيب ما بين دي ودي فتلاقي في واحده في النص كده مالهاش اي ثلاثه لازمه هي دي فيلر مش اكتر. فاهمني؟ وفي شركات كتير بتقدم عربيات في السوق يقول لك مثلا العربيه دي 4 فئات ما بيجيبش ولا عربيه من فئه معينه هو حاطها فيلر هو حاطها بس في البروشور بس اصلا مش موجوده ولا هيجيبها ولا حد هيشتريها. يا عم ده ايه ده مافيا. يعني ماركتنج يا باشا.